السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم أميراتي؟ مرحبا بكم في مملكتي المتواضعة. اليوم حبيت نرجع معكم إلى وصفات أمهاتنا، وصفات بدون تعقيدات، وصفات اقتصادية. يعني درنا عدة تتميز بالطابع العصري. الآن نرجع إلى تقاليدنا. حبيت ندير معكم هذه الوصفة اللي كامل تعرفوها، اللي هي طاجين شوفلور. راح ندير لكم على طريقتي. نتمنى فقط أنها تنال إعجابكم. وأول ما نستهل به كالعادة هو الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعليه أفضل الصلاة والسلام. نروحوا مع بعض نوجدوا المريقة تاعنا. إذا هنا جبت حبة تاع بصل تسكر في جهة ولا تجوزيها في الروبو كيما درت هنا. هنا درت نص مغرف تاع الطماطم مصبرة، ودرت حبة طماطم لاباس بها. نزيد نعاود نرحي كل شيء مع بعض، ولا كيما قلت لك تقدري تسكرفجي يعني للاثنين هكذا. وشوفوا نتحصل على هذه العقدة الرائعة. نروح للطاجين تاعنا. نحط شوية تاع الزبدة، شوية تاع الزيت، نحط يعني الدجاج اللي كتبوا ربي، واذا عندك اللحم ثاني تقدري ديري به. هنا نحط هذيك العقدة اللي وجدناها مع بعض، بصل وطماطم، ونخلط كل شيء مع بعض. نزيد الملح، ندير شوية تاع الملح هكذا. ونحب يعني ندير هذه الوصفة في هذا الطاجين لأنه راح تتجمر معاك وراح تخرج كأنك دخلتيها للفرن. هنا نديرو دوكا شوية تاع فلفل الكحل، شوية تاع كركم، شوية تاع عكري حار وحلو، يعني الحار اختياري، اللي حب هذيك النسمة يدير هكذا. ونزيد شوية برك تاع الماء، ونزيد نخليها تتمرق يعني تاخذ غرضها، يعني نخليها لمدة باش تطلق يعني البنة هذيك. هذوك التوابل يعني يزيدوا يطلقوا اكثر خاصة مع اللحم. وهنا دوك نروحوا نمرقوا بالماء سخون. وكما راكم تشوفوا هنا ما حطيتش الحميصه لانه عندي الحميصه واجده، راح نحطها فيما بعد. هنا حطيت زوج حبات ولا 3 حبات تاع البيض على حسب كميه تاع الشوفلور. يعني الشوفلور تاعي دوكا راهو يطيب، يعني درته في الماء مع شويه تاع الملح، شويه برك تاع الخل. وهنا نوجد العقده اللي راح نطيب فيها الشوفلور. اذا كما شفتوني حطيت زوج حبات تاع البيض، حطيت هنا شويه تاع الحليب باش تسكى معايا ديك الخلطه، شويه تاع المعدنوس، شويه تاع الملح، فلفل الكحل، كركم باش يعطيني هذاك اللون المتميز. ونبدا نزيد في الفارينه هكذا نعقدها كما راكم تشوفوا يعني. وبالمغرف تاعنا نضغط شويه هذاك الخليط مع الحواف باش يعني هادو نقضي على هذوك الحبيبات تاع الفارينه. وكما راكم تشوفوا العقده تاعنا كيفاش راهي عاقده. يعني تزيد تلبب لي هذاك الشوفلور تاعنا. نحط هذاك الشوفلور في العقدة كما على بالكم، هذه المرحلة كامل تعرفوها. ونحاول اني نحمر هذاك الشوفلور من كاع لي كوتي. ما تنساوش كي تحطوا الشوفلور تاعكم منين داك زيدوا هكا مغرف تاع هذيك العقدة تاعنا من الفوق باش تجي يعني ملحم، يجي الشوفلور تاعكم ملحم. اذا شوفوا هنايا كيفاش تحصلت على هذوك القطع الكبار. يعني حاولوا انكم تخلوهم المرصوات تاعنا شويه كبار باش يجوا ملاح ويبانوا في الطاجين تاعنا. هاو الطاجين تاعنا يعني راهو بدا يعقد معايا. نروح نحط هذاك نحط الحميصه تاعي. ملاحظه هنا، ونحط عفوا القرن تاع الفلفل. هنا تقدروا تستعملوا مرقه، نديروا مرقه بيضاء. يعني احنا في الحقيقه كنا نديروها مرقه بيضاء بالحميصه وبالمعدنوس. انا هذه المره حبيت نبدل شويه ونديرها مريقه حمراء. شوفوا هنايا دوك نبدا نستف بعد ما بدات تعقد معايا هذيك المريقه. نستف الشوفلور تاعي من الفوق ونخليه يزيد يتقلى شويه مع هذاك المرق، ويطلق بنة القليان اللي راح تعطي لك ذوق ما يعني رائع في هذا الوصفة. يعني ماشي تمتم تنحوها، خلوها على الأقل 10 دقائق تتجمر معاكم. أنا نحب ندير هذه الوصفات في هذا الطاجين لخاطر يعني يبان كأنك دخلتيه للفرن، يعني راح تعقد معاك وتتجمر بطريقة رائعة. وفي الأخير نزيدو هذيك الرشة تاع المعدنوس. وهذا هو الطبق تاعنا. يعني راهي الصورة أبلغ من الكلام، راهو يعني شهي. نتمنى أن وصفة اليوم عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنساونيش باللايك. اللي زارت قناتي لأول مرة ما تنساش تفعل الجرس باش يوصلها أي جديد. وإن شاء الله نتلاقاو في فرص أخرى في مملكة الطبخ والتدابير مع وصفات أخرى بإذن الله. سلام.